تخيل تصحى تلاقي روبوت في بيتك بيقولك صباح الخير يا سيدي. تسمح أتحكم فيك النهاردة؟ لا، دي مش حلقة بلاك ميرور، دي الدنيا اللي احنا رايحين لها فعلا. من يوم ما الانسان اخترع العجلة مش بيبطل يخترع حاجات جديدة، بس في حاجات خرجت عن السيطرة خالص. الدمية تشكل واقعية، في شركة فعلا اخترعت دمية ذكية تتكلم وبترد تتعلم من اصحابها. بس في حالات سجلت ان هي بقت بتتكلم لوحدها. الرعب ده حتى بعد ما تتفصل من الكهرباء. يعني مش بس بتتعلم، دي بتتقمص كمان. الروبوت القاتل ده بقى واحد من الاختراعات العسكرية اللي المفروض كانت تحمي الناس، بس العلماء بدأوا يخافوا انها تتحول للجيش ويقرر لوحده مين يعيش ومين لا. يعني ممكن تبقى بتعمل شاي تلاقي الروبوت بيقولك انت خطر على البشرية. المراية الذكية في فنادق بتقيس وزنك، بشرتك، حتى حالتك النفسية. هنوفر فلوس العلاج ولا ايه؟ بس المشكلة ان في نزلاء قالوا ان هم شافوا وشوش غريبة في المراية. شكل التكنولوجيا دي مش بتقيس المزاج بس، دي بتستدعي الأرواح. الذكاء الاصطناعي اللي بيحلم، علماء عملوا ذكاء اصطناعي بيحلم زي الإنسان، بس الأحلام اللي سجلها كانت كلها عن نهاية العالم. الاختراعات دي بتبين ان استغفر الله العظيم يا رب ان التكنولوجيا بقى شبه الانسان. انا قلت استغفر الله العظيم اهو، بس الفرق ان الانسان عنده ضمير، البعض يعني، اما هي بقى بتتعلم من الانترنت. يعني من الاخر كده اللي اخترع التكنولوجيا عايز يريح نفسه، بس شكله هينام يوم ويصحى يلاقي المكنسة الكهربائية ماسكة عليه محضر. احمد ربنا ان التليفون لسه مش بيزعلك لما تتأخر عليه في الشحن. كنت معاكم في الدولاب.